لو عايزين تشتروا موبايل أو غسالة روحوا شارع عبد العزيز. الشارع ده يعتبر من أشهر الشوارع التجارية في مصر، خاصة ببيع الأجهزة الكهربائية الجديدة والمستعملة. يمكن علشان كده الشارع بيكون زحمة جدا طول الوقت. لكن حد تخيل ولو للحظة شكل الشارع ده زمان كان إيه؟ مدفن. دي كانت بداية شارع عبد العزيز زمان في عهد محمد علي، وده اللي قاله المؤرخ حمدي أبو جليل في كتاب القاهرة شوارع وحكايات عن تاريخ شارع عبد العزيز، اللي كان زمان عبارة عن ساحة واسعة لدفن الموتى، وما كانتش الحياة بتدب فيه غير لتشييع جنازة. وسنة 1870 كانت بداية ميلاد الشارع العريق اللي افتتحه الخديوي إسماعيل لأول مرة علشان يهديه للسلطان العثماني عبد العزيز، واللي زار مصر في عهده. من بعدها أطلقوا اسم عبد العزيز على الشارع نسبة ليه وتخليدا لاسمه، تعبيرا عن مدى ولاء الخديوي للدولة العثمانية. فقد قام الخديوي بإزالة كل المدافن علشان مش هتليق كهدية للسلطان العثماني، وأحاط الشارع بالأشجار والمناظر الطبيعية الخضراء، وأضاء حوالين الشارع أعمدة نور كتير علشان يظهر بشكل حضاري ومميز قدام السلطان العثماني عبد العزيز. وفي مرحلة تانية عاشها الشارع في عهد تدهور الدولة العثمانية، فتحول الشارع اللي كان هدية ملكية إلى منطقة شعبية مصرية أصيلة في ستينات وسبعينات القرن الماضي. وما كانش مصطلح المناطق الشعبية في الوقت ده مصطلح بيدل على قلة مستوى المكان، ولكن العكس تماما، كانت كلمة شعبية بتدل على إن أهل هذا المكان من شعب مصر الأصيل وعاداتهم وتقاليدهم، زي ما كانت المناطق الشعبية القديمة بتدل على ذوق المصريين ونظافتهم واحترامهم لشارعهم. ومع مرور الوقت انهار المصطلح ده، وما بقاش الشارع زي زمان، وما بقتش أصوله الملكية واضحة غير في لمحات بسيطة ومش بيلاحظها غير أهل الشارع على البيوت اللي ما زالت بتحمل عبق تاريخي بيرجع للملوك. أما اللي اتبقى من الشارع فتحول لسوق تجاري ضخم لبيع الأجهزة الكهربائية، مستلزمات الموبايلات. تحولت أزقة الشارع والزوايا بتاعته لمنصات وأكشاك ومحلات خاصة بالبيع والشراء، واتنسى تاريخه في الأركان اللي حوت زمان لمسات ملكية سجلها التاريخ. ودي كانت حكاية شارع عبد العزيز من أشهر شوارع القاهرة.